الزمالك قدم مباراة افضل من نادي الشباب، خصوصا في الشوط الثاني. هو اللي استحوذ، هو اللي بدأ يخلق بعض الفرص. كرة جت في القائم. خسر الزمالك بضربة جزاء، مع كل احترام والتقدير للكابتن عبد الواحد الحكم الليبي والطاقم تقنية الفار. لكن انا عندي حالة في القانون دي، حاجتين بتقول: نمرة واحد، هل في تعمد في ضرب الكرة بالايد؟ يبقى مفيش تعمد، قولا واحدا مفيش تعمد، اذا الكرة جت في الايد. طيب الكرة جت في القانون بيقول ايه؟ الكرة جت في الايد. هل الوضع التشريحي للاعب وهو بيحاول انه يقطع كوره وضع طبيعي، ولا بيكبر جسمه عشان يمنع الكوره من الوصول لا، الوضع الطبيعي والتشريحي طبيعي للجسم. نمره اتنين، الكوره مرتده مرتين وما جاتش في الايد مره واحده، يعني جت في رجل اللاعب حاتم سكر، ثم ارتدت في بطن فواز، ثم رجعت في ايد طبعا حاتم سكر. ويمكن كمان كان تاكد الكره يعني جت في ايده على الخط ولا كانت الكره طلعت. من الواضح ان حكم الفار يعني ورط الحكم الليبي، والحكم الليبي كان تقديره للعبه من مشاهدته للصوره يعني قولا واحدا الكره مش ضربه جزاء. لكن في النهايه الاخطاء هي هذه تساؤلات ربما يمكن توضح مع المستشار التحكيمي للقناه عندما يظهر لكن بعد المباراه الثانيه، وسيتحدث بشكل مفصل عن هذه اللقطه. لكن فنيا يعني المباراه الشوط الاولاني ما كانش فيها فرص تماما. الشوط الثاني طبيعي، وانا قلت لحضرتك استاذ سلطان ان الشوط الثاني الزمالك هيعمل تغييرات، والتغييرات دي هتؤدي ان الزمالك هيحاول يصنع فرص. في المقابل لو لكن ليش ما ترجمت اهداف؟ في حارس مميز جدا، برضو في دفاع قوي للشباب، في تمركز في نص ملعب الشباب. ما كانش في حتى محاولات لخلق يعني هجمات مرتده، قليل جدا. الشباب بدنيا يظهر من الواضح كمان ان هم لسه الشوط الثاني بدنيا نوعا ما تراجع بدنيا. الزمالك كان اعلى منه. لكن في النهايه المباريات دي زي ما قلت لك، المباريات القريبه بتنتهي بتفاصيل. انا قلت لك قبل المباراه هي التفاصيل، حكم معرفش ممكن يطرد لاعب، حكم يحسب ضربه جزاء مثلا. فيديوناري ما تنسوش يا اصحابي الاشتراك في القناه واعملوا لايك وفعلوا الجرس وشيروا الفيديو.